انا اشتريت دلوقتي سبيكر ودفعت فيها دم قلبي. تعرف اسعار السبيكر عامله ازاي؟ مساء الخير عليكم. انا اسلام راشد، مدير التسويق في شركه ساوند بوكس. كانت الفتره اللي فاتت بتجيلنا اسئله كتير عن المنتجات بتاعتنا، وكان لازم ان احنا نجاوب عليها. والنهارده معانا باشمهندس عمرو مراد، مسؤول التنفيذ عندنا في شركه ساوند بوكس. ازيك يا عمور؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله زي الفل. طيب خلينا، انا دلوقتي معايا كذا سؤال ماشي، يلا بينا. بخصوص المنتجات بتاعتنا، فانا محتاج منك اجابات تكون بشكل واضح، يعني عشان العملاء عندنا يقدروا توصل لهم المعلومه بشكل يعني سلس او كده. حاضر، تمام كده؟ يلا بينا. فهنبدا مع بعض بالمنتج بتاعنا، وهو الفوكال ريكوردنج. تمام كده؟ تمام. احنا بتجيلنا اسئله كتير بخصوص المنتج ده، فخليني اسالك اول سؤال، وهو هي ايه انواع الفوكال؟ طيب بص، اولا في البدايه خلونا نتكلم عن انه الفوكال ريكوردنج بالنسبه لنا كانت من المنتجات اللي معظم الناس بفضل الله سبحانه وتعالى اللي استخدمتها كانت بتشكر فيها جدا. بس كان عندنا زي ما انت بتقول لخبطه في انه هو المنتج ده بيعزل ولا بيعالج ولا مش عارف بيعمل ايه. مظبوط. فخلينا نتكلم من البدايه ان احنا عندنا من الفوكال بوث نوعين. نوع بيعالج الصوت، يعني انا لو قاعد في مكان هو هادي بس عندي صدى صوت في الاوضه، او يعني بالشكل العلمي الريفربيشن تايم الموجود في الغرفه انا عايز اقلله علشان اقدر اسجل التسجيل بتاعي يبقى فلات ويبقى دراي فما عنديش فيه مشاكل. فاذا النوع الاولاني هو الكبائن او الفوكال بوث اللي معمول لها معالجه صوتيه. ده كده جانب. الجانب التاني ان احنا عندنا كباين الفكره فيها فكره عزل صوت. ان انا بيجيلي، انا مثلا ساكن على شارع رئيسي مثلا، فبيجيلي دوشه جامده جدا من بره، فانا محتاج ايه؟ محتاج فوكال بوث او كابينه صغيره ادخل جواها اقدر ان انا اسجل بشكل سليم من غير ما يجيلي الدوشه اللي في الشارع. مظبوط. ده النوع التاني من الكبائن، ان احنا بنعمل كبائن اقدر افصل صوت الشارع تماما عن التسجيلات اللي احنا بنسجلها في البيت. تمام، يعني افهم من حضرتك ان احنا عندنا نوعين من الفوكال. مظبوط. نوع معالج صوتيا ونوع معزول بشكل كامل. مظبوط. في اي حاجه حضرتك حابب تضيفها؟ لا، في الانواع هي دي الانواع اللي بيختلف بس فيها المقاسات، ان احنا اذا كان المعالج او اذا كان المعزول في منهم مقاسات مختلفه. تمام جدا.